اهلا بكم لكم التكنولوجيا. وانا عندي العاده دي اللي انا كل يومين ثلاثه كده بنزل اتمشى في محلات الموبايلات. في واحد بينزل يتمشى في طبيعه، في واحد بيسافر السخنه، في واحد بيقعد على البحر. لا انا بنزل اتمشى في محلات موبايلات، دي هوايتي. فالنهارده وانا عمال اتمشى كده في محلات الموبايلات لقيت كده موبايل. اول ما بصيت له كده حسيت ان هو ايه ده؟ هو اسمه ايه الموبايل ده؟ قال لي اسمه اونر ماجيك 3 برو بلس. قلت له ده نزل من قد ايه ده؟ قال لي نزل من حوالي سنه. قلت له طيب هو السبيكس اللي انا بقراها والحاجات دي قويه قوي. الكاميرا دي مش طبيعيه، الوايد انجل كاميرا دي ازاي بتطلع صور عظيمه كده. فبلا اي كلام كتير خلينا نتكلم النهارده على الاونر ماجيك 3 برو بلس برستيج اديشن. ممكن نزود اي حرف باورفول كمان لو انت نفسك يعني. مبدئيا تجربه الانبوكسنج في حد ذاتها فظيعه. الموبايل طبعا انا فتحته وجربته وعملت بيه صور وفيديوهات كتير، بس يعني عشان عايز اوريكم التجربه يعني. الموبايل جامد قوي. بيجي جوه الموبايل شاحن 66 واط، سلك الشحن بتاعه يو اس بي تايب اي، سماعات، كفر، وطبعا اوراق ضمان وسيم انجكشن تول وحاجات تانية. علبه البرستيج اديشن هي علبه بيجي معاها سماعه زياده، ودي علبه مختلفه شويه عن حاجات طبيعيه، وبيجي معاها بتاع كده. دي نسخه الصين اصلا. الموبايل ده مش بينزل عليه بلاي ستور ولا اب ستور، بس في نسخه تانية عالميه الموبايل ده بينزل عليها البلاي ستور. واونر عامه كشركه هي بتشتغل بخدمات جوجل طبيعي عادي جدا، ولكن النسخه دي بالذات هي دي نسخه الصين. نرص لهم السبيكس ماشي. 12 جيجا رامات، نص تيرا بايت ستورج، سناب دراجون 3 بلس، وده بروسيسور حاليا في 2022. هو مازال قوي جدا، هو مازال قوي هبل يعني، بس مش زي السناب دراجون اللي هو ال8 جن 1 او الحاجات دي. الشاشه 2K 120 هرتز اولد HDR 10 بلس 465 بكسل بير انش. يعني انت تقريبا معلم على كل الصحات. كل مفيش حاجه اعلى من كده في العالم يعني. دي اعلى حاجه ممكن تمتلكها في العالم، نقطه. كل الحاجات دي فظيعه، وكل الحاجات دي جميله، وكل الحاجات دي عادي هتبهرك وهتنبسط بيها. ولكن اللي هتنبسط بيه اكتر لما تقلب الموبايل كده على ظهره وتروح باصص على هيكل الكاميرات الموجود في ظهر الموبايل. ودي الحاجه اللي وقفتني عند محل موبايلات ده لحظه، وخلتني ابص كده هو مين ده، وخلتني اعمل فيديو بعد سنه من نزول الموبايل ده. هي الكاميرات كشكل وكامكانيات. خلينا ندخل بقى في التفصيل. بتتكلم هنا عن كاميرا اساسيه هي الاسوأ فيهم كلهم، هي كاميرا 50 ميجا بكسل f 1.9. دي تقريبا هي اقل حاجه موجوده في الموبايل، كاميرا 50 ميجا بكسل. ليه بقى؟ هقول لك بالراحه كده، هقول لك هتنبسط بصراحه. الكاميرا التليفوتو اللي هي الكاميرا الزوم اللي عاده بتكون 30 ميجا بكسل، 20 ميجا بكسل، 12 ميجا بكسل في الايفون. هنا الكاميرا دي 64 ميجا بكسل. وانا ممكن ارص لك الامكانيات اللي فيها. هي فيها 3.5x تليفوتو اللي هي الاوبتيكال زوم بتاعها. حجم سنسور التليفوتو ده كبير وبيدعم الاو اس. وانا هرص لكم السبيكس وبعد كده هندخل في كام حاجه كده عمليه. وده رقم جميل، ده رقم لطيف جدا. كاميرا 64 ميجا بكسل للتليفوتو. عارف ايه اللطيف كمان؟ ان في كاميرا 64 ميجا بكسل تانية مجرد بلاك اند وايت. بجد هو في العادي الكاميرا بلاك اند وايت دي بيكون كاميرا كده بيرموها 2 ميجا بكسل معفنه كده، اللي هو خد يا باشا كاميرا بلاك. دي هنا الكاميرا بلاك اند وايت اللي بتظبط لك الفوكس، وبتظبط لك الالوان، وبتظبط لك تخلي الصوره كده فاين تيوند شويه. اللي هي كاميرا اصلا استخداماتها قليله ومش استخدامات فظيعه. كاميرا 64 ميجا بكسل، حاجه تخلي دماغك تلف. واخر كاميرا قبل ما نبدا التجربه العمليه بقى اوريكم الحاجات اللي انا صورتها اليومين اللي فاتوا، هي الكاميرا الالترا وايد. الكاميرا الالترا وايد اللي هي 12 ميجا بكسل في الايفون، اللي هي في الفولد مش عارف 15 20. الكاميرا الالترا وايد هنا كاميرا الترا وايد 64 ميجا بكسل ثالث. يعني هو في 3 كاميرات 64 ميجا بكسل، واقل اوحش كاميرا هي الكاميرا الاساسيه ال 50 ميجا بكسلز. في اختبار دايما تقريبا انا بعمله ما بين كل الموبايلات، وبيكون الاختبار اللي انا بكون قاعد على هذا الكرسي، وش الاضاءه اللي هي دوريه كبيره بتطلع اضاءه تخلي اي موبايل وهو بيصورها يبوظ الصوره. وبمسك الموبايل ده على الالترا وايد على 1 اكس على 5 اكس على 10 اكس واقعد اصور الصور دي لحد ما نشوف موضوعنا. ده الايفون 14 برو. نمسح الكاميرات بس عشان محدش يجي يقول لي انت سايب الكاميرات. عادي جدا. نفتح الكاميرا ونعملها على 0.5x. صور صورة نعملها 1x. صور صورة نعملها 3x. صور صورة ونعملها على اقصى حاجة ممكنة
جاهزين؟ شوف الموبايل اللي بعده. الاونر ماجيك 3 برو بلس برستيج اديشن. نفتح كده الكاميرا، نعملها على 0.5 اكس. وعامة هي ال 0.5 اكس اوسع كتير. صور صورة، نعملها 1 اكس، صور صورة، نعملها 3.5 اكس، صور صورة، نعملها 10 اكس، صور صورة. الكاميرا فعلا مش طبيعية خصوصا على الوايد انجل. بصوا مسكنا كده الموبايل ده حطينا جنبه الايفون وعملنا زوم ان. انت هنا شايف موبايل اصلا طلع الصورة صفرا وبايظة، وهنا شايف موبايل طلع يعني امكانيات انوار جوه هنا. ولو نزلنا على الكاميرا هنا الدنيا مضلمة جوه المطبخ، ده الموبايل ده طلع حاجات من جوه المطبخ. لا هي الكاميرا الترا وايد هنا بتغلب الايفون 14 برو اللي نزل بعديه بسنتين. انا خدت الموبايل ده ولفيت لفه كده سريعا في مصر. رحت عند برج القاهره، صورت الالترا وايد، ال1 اكس، ال5 اكس، ال10 اكس. لا هو الموبايل ده بيطلع صور مش طبيعيه. كل سيناريو بتشوف دايناميك رينج مش طبيعي. الوايد انجل في الموبايل ده فعلا يعجب عينك. بصراحه تجربه كاميرات ابهرتني وخلتني بعد سنه من نزوله ان انا ارجع ازوره تاني واعمل له فيديو تاني. والموبايل ده فعلا هو اعجوبه بكل المقاييس. سعره مش رخيص، سعره اكيد هيبقى غالي. انت بتتكلم في سعر فوق ال 20,000 جنيه تقريبا، حتى بعد سنتين فوق ال 20,000. بس موبايل الصراحه بكل تقديري هو موبايل ممتاز، وانصحك طبعا لو هتجيبه تجيب النسخه اللي بتشتغل بجوجل بلاي اللي هي النسخه المصريه. بس كده، ده كان فيديو النهارده. على الفيديو لازم تعمل لايك، اشترك في القناه. اشوفكم